هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات إذاعة المنتدى. أحييكم وزملائي في ساعة مساء السبت 23 من أغسطس، والتي نقدم لكم خلالها تعليقا حول مهرجان إكسبو الذي دأب النظام على إقامته في مثل هذا الشهر من كل عام. يليه إعادة الحوار الذي أجراه الزميل يوسف بوليسي مع قيادات عدد من تنظيمات المعارضة، والذي أذيع ساعة يوم الأربعاء متقطعا لخلل فني خارج عن إرادتنا. أرجو لكم متابعة طيبة. صوت المنتدى. نداء
إلى أصحاب الضمائر الحية من الإريتريين. في محاولة منهم لإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي وإصلاح ما يمكن إصلاحه والحد من تسلط الرئيس وعنجهيته، قام عدد مقدر من الوزراء والمسؤولين ورموز تاريخية ومئات من الكوادر العليا والدنيا وبعض الصحفيين في سبتمبر عام 2001 بتحرك يدعو إلى تفعيل الدستور وإطلاق الحريات العامة وتطوير العمل السياسي في البلاد وحماية حقوق الإنسان الإريتري والتأسيس لدولة دستورية ديمقراطية. غير أن السياسة الذي ارتعدت فرائصه من شدة الفزع واضطربت أركان حكمه عمل على الزج بهؤلاء الغادة في قياهب سجونه، ومنذ ذاك الوقت أي منذ 13 عاما لا يعرف مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، بل لم توجه لهم أي تهم ولم يقدموا إلى المحاكمة حتى الآن. لقد ظل الإريتريون بمختلف فئاتهم وميولاتهم السياسية سواء في الداخل أو الخارج يطالبون بالعدالة لكل السجناء السياسيين وفق ما تسمح به أوضاعهم. أما الآن فإن المرحلة تقتضي تضافر الجهود وتوظيفها بغية خلق آلية مشتركة تنادي بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم سواء قبل أو بعد سبتمبر عام 2001، وذلك دون قيد أو شرط، وتنخرط فيها كل القوى السياسية الإريترية، رجال الدين الإسلامي والمسيحي، الجماعات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، المنظمات الفئوية كالمرأة والشباب، كل المواقع الإلكترونية والقنوات الإذاعية المطالبة بالتغيير في بلادنا، أسر وأغارب السجناء السياسيين سواء بالداخل أو بالخارج، كل أصحاب الضمائر الحية من المواطنين الإريتريين، قوات الدفاع الإريترية، وإجمالا كل أفراد الشعب الإريتري الذي يتوق إلى إرساء دعائم العدالة والاستقرار. علينا جميعا وبصوت واحد أن نهب لنصرة سجنائنا الذين يعانون من الولاد في قياهب سجون النظام. وينبغي ألا يقتصر إحياءنا لهذه الذكرى المشؤومة على ما كنا نقوم به في العوام الفائتة، بل فلنجعل شهر سبتمبر كله عبارة عن فعاليات مستمرة حتى نضيق الخناق على النظام. لذا ندعو إلى تنشيط أوتار المقاومة سواء بتنظيم المظاهرات والاحتجاجات السلمية أو برفع قضية الأسرى الإريتريين إلى أعلى المستويات الدولية منها أو الإقليمية، والدعوة إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وكذا العمل على تعبئة الرأي العام المحلي والدولي لإغلاق وإلغاء كل السجون غير القانونية سواء الموجود منها فوق الأرض أو تلك التي أقامها النظام تحتها، وبالتالي إطلاق مشروع وطني يهدف للحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وتطبيق سيادة القانون، وهي مناسبة جد مواتية للإسهام في إزالة الظلام والقهر الذي يعيشه شعبنا، لا سيما أبنائه في السجون والمعتقلات السرية منها والعلنية. صوت المنتدى. إكسبو، مهرجان الرقص والغناء مقابل الغذاء. لم يتبقى غير نهار واحد ثم ينسدل الستار على آخر فضائح نظام أسمرة. الفضيحة هذه المرة تمظهرت فيما يسمى بمهرجان إريتريا السنوي الذي يقام في أرض المعارض إكسبو بأسمرة، حيث كان مثالا للفوضى والخواء والإفلاس، وكشف عن الرأي الجمعي المقاطع لأنشطة طغمة سياس، إن كانت مهرجانا أم احتفالا أم اجتماعا لأي داع يدعون له. وبما أن كلمة مهرجان تعني في أصلها الفارسي احتفال عام في إطار ثقافي، فقد أخفقت أذرع العصابة الحاكمة كامل الإخفاق في أن تثبت الأطر الثقافية الجامعة، كما فشلت في أن تحول احتفالها إلى موسم مرغوب ومحبوب ومنتظر، بل أصبح من المظاهر المرفوضة والملفوظة وعديمة الفائدة والواجب إيقافها فورا. تبقت ساعات من نهاية فترة مهرجان إكسبو ولم يزل الحضور شبه منعدم،
ولم تزل الجماهير تقف بعيدا عن ساحاته لتتفرج في واقع العزلة الذي يلف النظام وسدنته ومهرجانه البائس. المقاطعة والعزوف عن الحضور ليس بالضرورة نتاج لموقف متفق عليه سلفا، ولكن الواقع أنها مقاطعة فردية واعية نتجت عن خبرات وتراكمات وملاحظات، بعضها يخص الجهات المنظمة لتلك الفعاليات والمهرجانات، حيث تعطلت منابع الإبداع عندهم وعجزوا عن تقديم الجديد، وأصبحت المعارض الخاصة بالشركات والمصانع تعرض سنويا وليس فيها أي زيادة، بل يعتريها النقصان سنة تلو أخرى، وكأن أصحاب تلك المؤسسات يشاركون أداء لواجب ثقيل مفروض عليهم. أما المؤسسات الحكومية ومبعوثي الأقاليم فليس في نطاق اهتمامهم أن تخرج العروض بالشكل الجميل، لأن أولى أولوياتهم هو ما يدفع لهم من نثريات وما يمكن أن يستقطع من مخصصات وفد الأقاليم وعائدات المطاعم والمشارب الملحقة بالمساحات المخصصة لكل إقليم، والتي تم توزيعها مسبقا للمقربين من أولئك المسؤولين. أما اهتمامات ما يعرف باللجنة العليا لتنظيم الاحتفالات فقد انصبت في جني أكبر قدر من المكاسب المالية عن طريق إيجارات باهظة على أرضيات خالية يعرض فيها بعض التجار ما كسد من بضائع وما عزف الناس عن شرائه في الأسواق، فضلا عن متابعة إيرادات نوافذ بيع تذاكر الدخول التي يقوم بكامل مهامها الطلاب ضمن مظلة وهمية أسموها العمل الطوعي للالتفاف على الحقوق ولتفادي دفع مستحقات الطلاب المغلوب على أمرهم، لأن العمل هنا إلزامي صارم لا علاقة له بالتطوع. الفرق الفنية التي تؤدي العروض الشعبية والتراثية الخاصة بالقوميات والأقاليم نموذج للإنسان المقهور، فبعد الكساد الذي عم إريتريا أصبحوا في مناطقهم الأصلية يعيشون على ما تجود به الحكومة فيما يسمى ببرنامج الغذاء مقابل العمل، وهم الآن يمارسون الرقص والغناء مقابل الغذاء. لذا فالأداء هنا أيضا لواجب ثقيل ومذل يكشف الذاكرة العطبة لرموز النظام التي نسيت أو تناست أن هؤلاء هم من كانوا ينحتون الصخر بأظافرهم المجردة وعزيمتهم المجربة في مرحلة كان الوطن في حوجة ماسة إلى كل أبنائه. وللأسف كان التركيز في المهرجان من الجهات المعنية على إعلانات البرامج الساهرة التي لا تعني إلا فئة معينة من الجمهور القادر على دفع تكلفة التذاكر والراغب في سهرة ماجنة ليست للموضوعات الثقافية أي مساحة فيها. حتى معرض فترة الكفاح المسلح الذي كان يجب أن يعكس عمق تلك التجربة وأهميتها في بناء الهوية الإريترية الجامعة جاء محتواه انتقائي مبتسر ولا يعطي التجربة حقها التاريخي الذي تستحق. إذن هذا جانب من التشويه المتعمد والرسالة المدسوسة التي يحاولون بثها للأجيال. بكل ما تم ذكره وبغيره من مظاهر سالبة تحولت ساحة إكسبو إلى مساحة يتم فيها كل شيء بشكل مشوه وفوضى عارمة وتكدس لباعة الأطعمة وغياب للمشترين وتدني مريع في مستوى الحفاظ على النظافة والصحة العامة وانهيار للأمن حيث تمارس السرقة والتسول والتحرش والاغتصابات أحيانا داخل أسوار أرض المعارض. وتقدم الحانات مشروباتها المسكرة لجميع الأعمار، فالمقياس أن أصحابها دفعوا مبالغ باهظة ولا مجال غير استردادها مع الفوائد دون التقيد بأي سقوف أخلاقية. عليه أصبحت من المشاهد العادية أن تنشب معركة بالأيدي أو باستخدام الحجارة بين صبية من منطقة ما مع آخرين من منطقة أخرى، واكتفت قوات الشرطة بالمرابطة على المداخل وإجراء التفتيش الروتيني لداخلي الحظيرة. هذا الانفلات كان من أقوى الأسباب التي دفعت العائلات للعزوف عن حضور المهرجان المهزلة. كما تعد ساحة إكسبو بضوضاء مؤذية، فكل بائع يروج لبضاعته باستخدام مكبرات الصوت بطريقة فوضوية، هذا غير النداءات الممجوجة لما يقال أنه إذاعة داخلية
تطلق صرخاتها هي الأخرى بين حين وآخر مقابل مردود مالي يدفعه صاحب الإعلان. خارج أرض المعارض في الطرق المؤدية إليه توزعت مافيا سيارات الأجرة التاكسي لتزيد من وطأة موسم الصخب ولتحقق الأزمة ولتنجز مكاسب طفيفة، مما كان ذلك سببا آخر لقلة الحضور خاصة في الأمسيات، حيث انعدم الأمن في الطرقات وتعرض القُسّر لأنواع شتى من الانتهاكات المهينة للكرامة. بالطبع فاقد الشيء لا يعطيه، لذا لم يكن متوقع أن يأتي مهرجان إكسبو 2014 بجديد، لا في تنظيمه ولا محتواه ولا ما قدمت فيه من عروض. لكن لدينا ملاحظة هامة، هي إن التراث الوطني لكل القوميات والتنوع موجود في كل الأقاليم والثقافات. عليه ما كان يجب أن يتم التعامل مع هذا الإرث الثر كمفقود، وكان على طغمة النظام ومنظريها الرجوع إلى الشعار القديم الذي يشير إلى طريق نحو ثقافة وطنية ديمقراطية فاعلة، لا أن يقودوا الناس إلى طمس الثقافات وتشويه الإرث وتغيير مفهوم العيب بحيث يصبح لا عيب طالما هناك أموال تدخل الجيب. أخيرا وليس آخرا، الجيد في هذا اليوم أنه سيكون اليوم الأخير في مهرجان الفوضى والتسول الرسمي والتعدي على المقدرات الوطنية والتسبب في الأذى لجموع الصابرين. صوت المنتدى. على هامش مهرجان فرانكفورت، استغلت إذاعة المنتدى تواجد العديد من التنظيمات والأحزاب السياسية، والتقت السادة إدريس همد عضو دائرة العلاقات الخارجية لجبهة التحرير الإريترية، الأستاذ محمد عثمان إدريساي رئيس المجلس الفيدرالي للحركة الفيدرالية الإريترية، الأستاذ منصور عبدو عضو المجلس المركزي للحزب الشعب الديمقراطي، والأستاذ محمد نور كراني أمين أمانة الإعلام للحزب الإسلامي الإريتري للعدالة والتنمية. وكان السؤال الأول الذي طرحناه عليهم يتعلق بالتحديات التي تواجه قوى المعارضة في هذه المرحلة، فمرحبا بكم في هذا الحوار. شكرا الأخ يوسف بوليسي. أنا إدريس همد آدم عضو المجلس المركزي لجبهة التحرير الإريترية، عضو دائرة العلاقات الخارجية، مسؤول دائرة أوروبا. شكرا على هذه الاستضافة. أولا فرصة سعيدة التقينا في هذا المهرجان بمجموعة طيبة من الشباب الإريتري والمناضلين الإريتريين الذين يقارعون العصابة الحاكمة في أسمرة. مهرجان فرانكفورت لهذا العام تميز قليلا عن باقي السنوات الماضية بمشاركة فاعلة من القوى السياسية. هنالك أكثر من 5 تنظيمات وأحزاب سياسية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني شاركت في هذا المهرجان. نحن في جبهة التحرير الإريترية نعتقد جازمين أن التغيير المنشود يجب أن يكون تغييرا جذريا تشارك فيه كل القوى والفعاليات السياسية الإريترية، يصطحب معه كل الآثار السالبة التي خلفها وسوف يخلفها النظام السياسي وعصابته، وبالتالي علينا أن نناضل سويا وبشكل واضح وشفاف حتى نقتلع هذا النظام بجذوره. كل القوى السياسية وكل الفعاليات الإريترية مطالبة اليوم أن تساعد وتكثف من مجهودها ونضالها في سبيل تغيير هذا النظام. هذا التغيير في وجهة نظرنا يحتاج إلى أدوات أساسية، أولاها هي مسألة الثقة المتبادلة ما بين مكونات المجتمع الإريتري حالة الفتور والبرودة الحاصلة في معسكر المعارضة الإريترية، أو كما قال بالأمس أخونا من أحد الشباب المعسكر المطالب بالعدالة ومعسكر يناضل من أجل العدالة والديمقراطية. هذا المعسكر فيه الكثير من القضايا التي يجب الانتباه إليها، أولاها مسألة الإقرار بالآخر، التنوع، التعدد، مسألة الإقرار بأننا نناضل من أجل مجتمع إريتري متكامل.
الحفاظ على وحدة هذه الأرض وعلى وحدة المجتمع الإريتري مرهون بتماسكنا وبفهمنا لطبيعة هذا التنوع ثقافي، تنوع إثني، تنوع ديني. هذه كلها إيجابيات إذا كان قدرنا يعني نديرها بشكل أساسي. أنا أعتقد إذا كان قدرنا أن ندير هذا التنوع فنحن سوف نكون الأدوات الفاعلة لهذا التغيير. هذا التغيير أيضا يحتاج من القوى المعارضة في الخارج أن تمد جذورها إلى الداخل وتخلق آليات تواصل حقيقية مع المجتمع الإريتري في الداخل، لأنه هو المستهدف بشكل أساسي ليلعب دور مهم في هذا التغيير. هذا ما أحب أن أقوله، ومن خلال ما مداخلات الإخوة المناضلين ممكن أن يكون لي تعقيب آخر، ولك فائق التقدير. شكرا جزيلا. الأستاذ إدريساي، ما هو تعقيبك أو كلامك في هذا الموضوع؟ أولا الشكر للزميل والأخ بوليسي ولمنتدى الحوار على إتاحته هذه الفرصة لي. طبعا أنا أعتبر رئيس المجلس الفيدرالي للحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية، وشاركت في هذا المهرجان من مبدأ كل شيء يتم عبر الحوار مهما الناس اختلفت، يفترض أنه تجلس مع بعض، وده المخرج اللي يكون موجود أمامنا، ولكي نطرح ما لنا من رؤى وأن نستمع كذلك لما للآخرين من رؤى. كل ما أحب أن أقوله إنه نحن أولا ويعني يجب كقوى معارضة أولا أن نبتعد عن مسألة إقصاء بجميع أشكاله، ويجب أن لا تكون هناك أي قوة تعتقد أنها هي المؤهلة لهذا العمل السياسي وغيرها غير مؤهلين أو فيهم شك أو في المقدرة. فكلنا من له المقدرة أكبر ومن له مقدرة أصغر ومن له حجم أكبر ومن له حجم أصغر نجلس مع بعض لنصل بصدق إلى الرؤى المستقبل. مسألة التاريخ وغيرها هذه فلتترك لمرحلتها مع أهميتها. دي النقطة الأولى اللي حبينا نرسلها. الشيء الثاني اللي حبينا نرسله من خلال مشاركتنا لهذا المهرجان هو أنه يجب أن نتفق على المرحلة القادمة، مرحلة ما بعد سقوط النظام، بوضوح ماذا سنحقق وماذا وكيف ستكون المرحلة الانتقالية. صحيح الناس قد تكون يعني تعودنا في خلال مرحلة الثورة أنه ديل أو التنظيمات الإريترية هي طالبة للسلطة، والتنظيمات ترفض أنه هي ما قاعد تطلب سلطة. أما نحن فنقول نحن نريد أن نحكم، ولنا برنامج من خلاله نريد أن نحكم، ولكن مع الآخرين ومن خلال شيء واضح من حيث ونرى وطرحنا دائما هو ماذا علينا أن نعمل وما هي الشروط التي تتوفر للمرحلة ما بعد إسقاط النظام، وما هي الشروط التي يجب علينا أن نوفرها لإسقاط النظام. هذا تقريبا باختصار حتى لا أخذ زمن الآخرين، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ درجاي. الأستاذ سور عمر، ممثل حزب الشعب الديمقراطي. أولا أشكر إذاعة المنتدى الإريتري ممثلة في الأخ يوسف بوليسي لتكبد المشاق وحضوري للمهرجان لعكس نشاطات هذا المهرجان. وثم ما عندي كثير أقوله أو أختلف عن الإخوة إدريس محمد أو الأستاذ إدريساي، لكن عايز أضيف شيء بسيط هو في العمل المعارض المشترك مع كل القوى السياسية الإريترية. كما تعلمون أنه مقررات مؤتمر حزب الشعب الأخير تغير العمل مع كل القوى السياسية الإريترية الموجودة في الساحة لإسقاط هذا النظام، وأبعد من ذلك أنه يرى الحزب كل الأحزاب السياسية التي تشبهه في البرامج السياسي أن يتوحدوا في حزب واحد. أما الذين يختلفوا معه في البرنامج فبرنامج الحد الأقصى هو مقررات مؤتمرنا الأخير. ودليلا على ذلك شفنا الحضور الطيب من الإخوة الأفاضل أو أحزاب السياسية اللي تواجدت في مهرجان فرانكفورت هذا العام،
وهو تثبيت أو للمبدأ الذي ينادي بالعمل المشترك مع كل القوى السياسية الإريترية. وشكرا. محمد نور صالح كراني، أمين مكتب العلاقات الخارجية في الحزب الإسلامي الإريتري للعدالة والتنمية. أولا أحيي من خلالك الأخوة العاملين في راديو منتدى الحوار، وأيضا من خلال هذا الراديو نوصل صوتنا إلى شعبنا في الداخل الذي يستمع إلى هذا الإرسال الراديو. وحقيقة أنا لو حبيت أن أوجد كحزب الإسلامي في المؤتمر الأخير المؤتمر الخامس كنا ركزنا حقيقة كثير في 3 نقاط مهمة. أهم النقطة اللي كانت هي كيف ندمج الشباب والمرأة ويكون عندهم نسبة مقدرة في المجلس، وتقريبا 8% للشباب والمرأة، بحيث أن هذا القطاعين مهمة مشاركتهم. النقطة الثالثة اللي كانت أيضا ركزنا فيها على العجالة، كيف يعني نحن وغيرنا من القوى المعارضة الإريترية نكون متواجدين في داخل بلدنا بكل الوسائل المتاحة والممكنة، لأنه غيابنا حقيقة أثر وأفقد الأمل هذا الشعب، ويكابد كثير من الإشكاليات ومرارات اللي نحن قاعد نراها الآن. شبابنا الآن يهاجر ويغرق في البحار ويتيه في الصحاري ويباع بثمن بخس، وهذا حقيقة ليس الدور اللي أنتظره آبائنا والذين أسسوا هذا النضال. يعني عدد كبير من اللاجئين عندنا في السودان، وإسياس رفض وقال أن هؤلاء لا يمثل إلا نسبة بسيطة 100,000، مع أنه أكثر من مليون موجودين، ويريد أن يطمس حقهم وحقوقهم، وبالتالي أيضا أراضيهم أصبحت الآن يهجر فيها الآخرين. وهذا حقيقة نرى أن إريتريا في المستقبل حتكون مهددة نتيجة ممارسة هذا النظام. يعني المطلوب من قوى المعارضة الإريترية حقيقة يعني أن ترفع من مستوى وعيها ومستوى عملها، وأن لا تقتنع بكثير أو بقليل من إنجازات أو مؤتمرات اللي تعملها هنا وهناك. الإنجاز الكبير عندما نخلص شعبنا من هذا النظام، وعندما نستطيع أن نعمل لقاءاتنا في المدن الإريترية، في أسمرة وفي كرن وفي مسوع وقردات ودنكاليا وغيرها يعني. وبالتالي لابد سقف طموحاتنا وآملنا أن ترتفع إلى هذا المستوى، وبالتالي لابد أن نجابه كثير من التحديات. النقاط المهمة اللي حقيقة لا أشاروا إليها الأخوة، يعني حقيقة كيف يعني نعزز ثقافة الحوار، لأنه من خلال الحوار حيكون عندنا تبادل للأفكار، تبادل للآراء، وبالتالي ما هي الخدمات اللي نستطيع أن نقدمها في المستقبل لهذا الشعب بعد هذه المرارات الذي عاشها. ومن خلال ثقافة الحوار أيضا حنقطع حاجز عدم الثقة اللي موجود بين كل المكونات الإريترية، سواء كان المسيحيين والمسلمين. الطرح اللي موجود نحن وهم لابد أن ينقطع، لابد نحن أن يكون وطن واحد، وبالتالي نعيش في ظل هذا الوطن الذي تحكم دولة مدنية راشدة فيه ديمقراطية، فيه المؤسسات، والجيش يكون حامل لهذه المؤسسات والوطن، ولا أن يكون متدخل كما هو الآن أصبح جيش حزب معين، وبالتالي يسخر آراءه. وأيضا المؤسسات اللي قمنا بها يعني كحزب الإسلامي، مثلا نحن شاركنا في كل التحالفات اللي كانت بين المنظمات والتنظيمات الإريترية، من التحالف الديمقراطي، التحالف الوطني، المجلس الوطني، وحتى المذلة الجديدة الآن اللي ستقام. وبالتالي نحن بحاجة أيضا أن نعزز هذه التحالفات وندخل إريتريا بجسم موحد، وأقل شيء تكون عندنا اتفاق حد أدنى. والأوراق اللي قدمت أعتقد في المجلس الوطني الإريتري يعني، ونتمنى أن ينجح في المؤتمر القادم، كانت كفيلة بأن تحقق كثير من إنجازات، لأنه غيرنا من الدول التي في الربيع العربي رأينا إشكاليتها كانت لأنه لم تقرأ قراءة صحيحة للمرحلة الانتقالية. إذا نحن لابد أن تكون قراءتنا دقيقة للمرحلة الانتقالية، الكل يشارك فيها والكل أيضا يعبر فيها عن رأيه. بعد المرحلة الانتقالية أيضا إريتريا هذه بكل مكوناتها كيف نتعايش فيها لابد أن يكون مهم، ولابد أن نصل فيه إلى رؤية مشتركة، وإن لم يكن اتفاق كامل 100%. تقريبا هنالك توحد في الرؤى حول المرحلة التي نعيشها في الوقت الحالي، لكن يبقى هنالك سؤال: ما هي الآليات التي ممكن عبرها الوصول إلى أو بلوغ الأهداف المتوخاة من هذه الحوارات المطروحة؟ يعني مثلا دلوقتي بدأت هنالك حوارات، وهنالك من قبل أيضا كانت هنالك حوارات، فبالتالي الآليات الفعالة التي ممكن أن تؤدي إلى إسقاط النظام وبلوغ الأهداف المتوخاة ما هي؟ أبدأ بك أستاذ إدريساي. في تصوري أنا الآليات الآن نحن نرى مثلا على سبيل المثال كرأي بنطرحه أن هناك في قوى مجتمعة أو هناك برامج أنجزت، وبالتالي هذه القوى وفي قوى خارج هذا الإطارات اللي موجودة هي كلها تجلس مع بعض. ممكن نضع واحدة من الآليات أن الناس تجلس مع بعض للوصول إلى شيء
يوحد هذه القوى من حيث البرنامج، من حيث قراءتنا تكون واحدة كلنا مع بعض، وممكن أن نصل كذلك من خلال هذه الحوارات إلى آليات، لأنه لا يمكن أن نفرض آلية محددة الآن في الوقت الحاضر يعني، لكن نرى هناك في تجمع بغض النظر عن فعاليته وعدم فعاليته الآن، لكن على الأقل هذه القوى جزء من المعارضة بحجمها برؤاها موجودة على الساحة، وفي آخرين كذلك موجودين على الساحة. إذن أن نوجد من خلال حوار جاد أن نصل إلى شيء جديد أو نصل إلى تطوير هذا الشيء اللي موجود بحيث أنه يرضي ويشبع رغباتنا كلنا كقوى سياسية للمستقبل. هذه أنا بشوفه، ولكن خاضع للحوار، ومن خلال الحوار ممكن أن تبرز آليات أخرى يعني. ما أعرف إذا سمحت لي برضو كنت عايز أشير على نقطة كنت أسرتها حتى في المهرجان، وهي مسألة إنه الشباب والمرأة زي ما ذكر أخونا عثمان كراني. يعني إحنا عندنا إشكالية والناس تغفل عنها كثير، مسألة إنه في شباب في دول المهجر، إبداها من السودان إلى الوطن العربي كله، لهم ثقافة ولهم رؤى ولهم معرفة وتحصيل علمي وإلى ذلك. وفي شباب في داخل إريتريا أو في أوروبا التفكير عشان إذا إحنا عايزين نعمل وطن واحد مع بعض يجب أن نفتش عن وسيلة تساعد هؤلاء الشباب للتفاهم ونتخلص عن هذا من خلال على الأقل الطرح إنه تعلم اللغة المشتركة سواء كان عربي أو تجرية لكل، عشان تكون في نتخلص من هذه الترجمات اللي إحنا أو الكلمات حتى أصبحت تصادفنا بعض المرات حتى في الترجمات لما نترجم في التنظيمات السياسية ما مكتوب بالعربي يختلف عن ما هو مكتوب بالتجرية. عشان نتخلص من هذه يجب الناس أن تفكر، الشباب فعلا إذا إحنا عايزين نستوعبهم في العمل الوطني يجب أن يفكروا أنه هناك ثقافتين أو يعني في داخل إريتريا هذه الثقافتين الناس يجب أن تمتلكها. ده ما كنت أو مش ما يجب، لكن أن تفكر في أنه تفعلها وتعمل من أجلها. شكرا جزيلا. أستاذ منصور، تعقيبك على هذا الموضوع. والله نحن الآليات نحن نرى في حزب الشعب الديمقراطي الإريتري إن الآلية الأولى والأخيرة هي الشعب الإريتري، لأننا مشكلتنا كمعارضة إريترية بعدنا عن الشعب زاد توسعا، وذلك من عدم تعلمنا من أخطائنا كمعارضة إريترية، لأنه أي حدث يجي الناس كلها تتصاعد وتفعل العمل، لكن لما نجي للنتيجة نلقاها عمل غير مدروس، عمل غير بعيد عن بعد كل البعد عن الشعب الإريتري. الآليات أولا أن نتعلم من أخطائنا، يعني ممكن نحن زي أخو ما ذكروا الناس في صدد أنه تعمل تجمع جديد والحوارات جارية، لكن يعني لابد أن نتعلم من أخطائنا، ما هي السلبيات التي صاحبت كل الإشكاليات الموجودة في المعارضة. فإذا نحن إذا اتوصلنا مع الشعب فالتغيير ديفنتلي حيكون قريب جدا جدا. الأستاذ محمد نور كراني. نعم، حقيقة نعم في الحزب الإسلامي يعني حتى في برنامجنا السياسي رأينا كرؤية استراتيجية المجلس الوطني التغيير الديمقراطي قد يمثل هو يعني المخرج للمرحلة الانتقالية بما طرح فيه من الأوراق، بما طرح فيه فيما تمت فيه من الحوارات، ويمكن تطويره أيضا وإشراك الآخرين فيه وإضافة الأشياء النوعية، هذا ليس فيها عندنا اعتراض، لكن حقيقة هذه المرحلة تحتاج مننا إلى فعلا يعني حوارات جادة ومسؤولة بين القوى المعارضة الإريترية، ولا بد أن تكون مستعدة أن هذا الشعب تكون له مشروع إنقاذ وليس مشروع هلاك، لأن التغيير هو لوحده ليس هو المطلب، يعني التغيير مطلوب لأن نحن نحقق فعلا ما فشل السياسة أن تحقق، كيف نحقق دولة تتعايش فيها كل مكوناتها، نحقق فيها السلام مع أنفسنا كإريتريين مع جيراننا، وبالتالي الجيل القادم اللي ذكره أخ دريساي بدل ما يكون في مهجر ويتيه ولا يجد عمل، وبالتالي خريج جامعة يشتغل سائق أو يبحث عن إقامة وتضيع كل مجهودات وعمره،
يعني هذا الجيل كيف نستطيع أن تكون من مهامه مهام البناء ومهام بناء دولة الرفاهية. وبالتالي هذا الجيل اللي قدره أصبح الآن عاش هذه المرحلة لابد أن يفكر كما فكروا الآباء وحققوا جزء من المشوار استقلال إريتريا. نحن أيضا كيف نستطيع أن نبني دولة ديمقراطية اللي كنا نحمل بها، وبالتالي نسلم الراية للجيل القادم، وهذا الجيل القادم يفكر في مشروع البناء. وأعتقد المرحلة الانتقالية دي هذه مرحلة مهمة هي ومرحلة حساسة هي، وبالتالي الناس لابد أن تنظر إليها بروح المسؤولية. وليس الإشكال في الهياكل اللي موجودة، أنا أعتقد بقدر إن انعدام قليل من الثقة بين المكونات الإريترية، وأيضا طرح آراء ناتجة حقيقة أحيانا تنقصنا، وبالتالي كل تنظيم يتشبث بمكتسبات خاصة في سواء كان في أديس أو في خرطوم أو في فرانكفورت. أنا أعتقد هذا ما حيجزي لشعبنا. المكتسبات الحقيقية حتكون في داخل الأسمرة. إذا نحن كيف نستطيع أن ننجز هذا المشروع للمرحلة الانتقالية، وبالتالي نعمل دستور وطني الكل يتوافق عليه، نكون البرلمان الوطني يكون ينتخب بانتخابات حرة، وعندها الشعب الإريتري حيكون عنده صوته، وبالتالي كل التنظيمات وكل الأحزاب حتقدم خدمات للشعب الإريتري، والشعب من خلال صناديق الاقتراح كما نرى نحن الآن في أوروبا حيختار من يراه خادما مناسبا ل4 سنوات في كل مرحلة، أو أيضا لو رأى أن فشل في خدماته في نصف المرحلة ممكن أن يسقط. إذا نحن كيف نعتمد آلية الحوار، كيف نعتمد الآلية الديمقراطية، وكيف نفكر بعقل جماعي إريتري ننتج حقيقة مشروع إنقاذ لهذا الوطن. وأعتقد تطوير آلية المجلس الوطني قد تكون مفيد بالنسبة لنا، لأن إيجاد آليات جديدة الآن قد تأخذ نفس الشكوك ونفس علامة استفهام اللي كانت في المجلس، ونحن يعني ليس عندنا وقت، الشعب في انتظارنا، وإريتريا الآن أصبحت تفرغ من الشباب. إذا كيف نستطيع أن نوقف هذا النزيف الموجود في داخل إريتريا ونتخلص من هذا النظام، لكن ضمن استراتيجية واضحة ورؤى متفق عليها، وأيضا يعني ثقة متبادلة بأن في بناء وطن يجمع الكل. أنا حقيقة ما أختلف كثير عما قالوه الإخوة في موضوع الآليات. هنالك آليات يعني موجودة بغض النظر عن فعاليتها، وأنا في وجهة نظري أهم حاجة نحن المفروض نركز فيها في المرحلة الجاية هي مسألة لم الشمل معناته كل هذه الآليات يجب أن تتفاعل، ويجب أن الكل يكون موجود في آلية تجمع الجميع وتحتضن الجميع وتطرح البرامج الحقيقية. في طرحت برامج كل قوى المعارضة، الآليات الموجودة، التحالف الوطني الديمقراطي الإريتري، المجلس الوطني، حتى آلية رؤساء التنظيمات اللي قاعد تجتمع بشكل دوري، كلها هي آليات موجودة، ولكن تفعيلها بشكل أساسي يتطلب أولا المسؤولية المشتركة، الإقرار بأنه نحن فعلا في تلك المرحلة كونا آليات وعملنا، ولكن هذه الآليات تعثرت لعوامل تضافرت، منها ذاتية ومنها موضوعية. الموضوعية طبعا وجود كثير من العوائق، كثير من الإشكالات اللي صاحبت، في عوامل موضوعية، عوامل ذاتية تتعلق ببنية المعارضة نفسها وطريقة تفكير القوى السياسية، كما ذكر المناضل الكراني قبل شوية في أنه التشبث بالمكسب التنظيمي الضيق ربما يعني واحدة من الإشكالات يعني التي نعتبرها يعني كانت عائق أساسي في هذا. نحن حقيقة يعني يحزننا الأمل، وفي أمامنا يعني المستقبل أكبر، وفي هذا الإطار أعتقد الآليات المطروحة الآن، يعني حتى لو فرضنا يعني إذا قلنا مثلا التنظيمات أو القوى السياسية والمدنية الموجودة خارج إطار المجلس، أو الآن من خلال الآلية بتاعت رؤساء التنظيمات، الناس قاعدة تتقارب وتحاور وتصل عشان تصل إلى أشياء أكبر وشيء أكثر يعني عمليا وكذا. بس في مشكلة أنا داير برضو أركز فيها وأعتبر المفروض نحن نناقشها كلنا الإخوة الحاضرين هنا، هي مسألة الجمعيات الأول، المؤسسات المدنية، المؤسسات المجتمع المدني. حقيقة يعني لازم يكون في تعريف واضح لهذه المؤسسات، يعني لازم يكون في تعريف واضح لمؤسسات المجتمع. ما هي هذه المجتمع؟ ما هي هذه المؤسسات؟ وأين يجب أن تتفاعل هذه المؤسسات؟ وما هي الميادين الحقيقية لهذه المؤسسات؟ الخلط الموجود، وهي دي واحدة من الإشكالات المعارضة حقيقة. في ملتقى الحوار الوطني في عام 2010 النقاش كان موجود بشكل مكثف في هذا الفعل، لأنه حتى إشكالات الخلافات اللي حصلت نتيجة لحضور جزء وعدم حضور جزء في الملتقى كان نتيجة ما في ديفينيشن واضح، ما في تعريف واضح لهذه المؤسسات. الآن هذه الإشكالية قائمة،
يعني أنا يعني ممكن تقول لي دي مؤسسة مدنية والستيتمنت بتاعه والبوليسي بتاعه يعني هو يعني ستيتمنت أو بوليسي بوليتيكال بوليسي مثلا يعني تطرح منافسه السياسي. المنظمات المدنية هي منظمات ضاغطة بالدرجة الأولى ومنظمات حامية ومدافعة عن مكاسب محددة وعن حاجات محددة إذا كانت مهنية أو إذا كانت في إطار حقوق الإنسان. في إشكالية بالمناسبة، أنا في وجهة نظري ما أدري رأي الأخوة الآخرين، لكن أنا في وجهة نظري في إشكالية في فهمنا لمؤسسة المجتمع المدني. صحيح نحن موجودين في مرحلة بتاعت إيجاد تغيير في البلد وفي حالة بتاعت يعني أكثر من رؤية حول هذه المسألة، والكل يجب أن يصطحب معنا في هذه المركبة عشان نصل للتغيير، ولكن هي برضو واحدة من الإشكالات التي يجب أن يوضع لها الحساب، بالإضافة إلى ما قاله الأخ محمد عثمان إدريساي فيما يتعلق بمسألة دمج الشباب في العملية النضالية وعملية التغيير الوطني اللي نحن بننشدها يعني. وشكرا لك أستاذ إدريساي. حول المجتمع المدني علاقته آلية التنسيق ما بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات السياسية أو التنظيمات السياسية والأحزاب السياسية. بمعنى آخر، هل يمكن أن تكون منظمات المجتمع المدني موازية للتنظيمات السياسية أم هي أداة ضغط كما قال الأستاذ إدريس؟ أنا في تصوري طبعا التعريف العام لمنظمة المجتمع المدني والمتعارف عليه دوليا هو أنه دائما تكون منظمة المجتمع المدني في مجتمع مستقر، مجتمع له فيه حرية، وتكون عندها مسائل مطلبية، بمعنى أنه تكون في يعني لعضويتها المنتوين حولها يدافعوا عن مصالحهم هم. هل هذا شيء منطبق على منظمة المجتمع المدني الإريترية؟ أنا في تصوري هذا الشيء ما موجود، باعتبار أنه أغلب منظمات المجتمع المدني اللي موجودة في إطار قوى المعارضة الإريترية هي عبارة عن مجموعات كان لها دور في إطار الثورة الإريترية، والآن بحكم أنه تواجدت في الخارج ووجد هذا المجال، وبالتالي هي باحثة عن دور في إطار المعارضة، وباحثة عن موقع للأمام، يعني موقع هو فهي في مرحلة خليطة بين العمل السياسي والمدني. وصحيح هذه المسألة كمان مقبولة، وأن احنا التنظيمات السياسية بتأخذها في الاعتبار، لكن في حاجة تانية اللي هي قدر شنو حيكون إذا هو بس الضغط الدور تلعب دور ضغط. الآن اللي قاعد نلاحظه في منظمات المجتمع المدني ما هو دور ضغط، هي عايزة تشارك، هي عايزة دور المشاركة ومرحب به الدور هذا، لكن دور المشاركة هذا يكون على ياته إطار. ده السؤال اللي الناس قاعد تخلط فيه. هل منظمة العمل السياسي بيتطلب على الأقل تفرغ، بيتطلب عمل يومي؟ هل منظمة المجتمع المدني عندها الاستعداد عشان تتفرغ؟ ما أعتقد هذا الجانب ما موجود، وبالتالي يجب إحنا كتنظيمات سياسية وكقوة برضو جزء كبير من الناس اللي موجودين ما متفرغين يجب أن نجلس، لأنه فياته إطار ممكن هذه منظمات المجتمع المدني أن تشارك في سبيل تمارس الضغط على القوى السياسية من حيث تقريبات وجهات نظرها. هذا الدور اللي ممكن أن تلعب، لكن كما هو من خلال التجربة الحادثة الآن، يعني أن منظمات المجتمع المدني تكون بمثابة هي تطرح نفسها منظمات مجتمع مدني، منظمات مطلبية، لكن تمارس الدور السياسي اللي هي ترفضه، يعتبر عمل مزدوج وعمل ما موفق في تصوري أنا وعلى حسب قناعتي، والله أعلم. يعني ممكن أحب أنه ما أكون ظلمتم، لكن ده ما أنا أعبر عنه. شكرا. ألا تعتقد نتيجة لضعف التنظيمات السياسية هي قاعد تقوم بدور سياسي؟ مثلا في بعض الأشياء ممكن الواحد يذكرها، القرار اللي خرج من قبل منظمة حقوق الإنسان الدولية، أغلب الإريتريين كانوا نشطاء حقوقيين أو نشطاء في العمل المدني، هم الذين قاموا، وكان هناك غياب واضح من قبل التنظيمات السياسية.
أنا في تصور أولا التنظيم السياسي هو مين هو؟ التنظيم السياسي هو يكون عنده أو مجموعة من أفراد أو مجموعة تلتقي رؤاها وتكون برنامج وتبدأ المشوار، ثم بعد ذلك كل من تتوافق رؤاه يكون يعمل ضمن هذه التنظيمات السياسية. إذا الناس أعرضت عن الانتماء إلى هذه التنظيمات، إذا عرضت عنها، هو بمعنى إنه هذه التنظيمات يعني حتظل ضعيفة وما حيكون عندها مجال بتاع عمل. لكن وأما كون أنه تكون حجة ضعف التنظيمات السياسية يكون حجة لأي مكان. أنا في تصوري إلى الآن ما في منظمات مدنية قوية يعني هي اللي لعبت هذا الدور الفاعل والمؤثر، لأنه إلى الآن احنا ما خطونا خطوات لقدام. صحيح في هناك منظمات تتجمع وبما فيها التنظيمات السياسية تتجمع لإبراز المظالم اللي تكون موجودة في مظاهرات. وبالمناسبة ده ممكن أرجع لك لبسيطة، يعني احنا يعني لمدة أكثر من 7-8 سنوات في السويد التنظيمات في السويد تحديدا المنطقة اللي بعيش فيها في السويد كنا بنجي 40-50 واحد من كل التنظيمات كويس، وكنا نناضل وكنا نعمل. لو ما الناس كانت موجودة اليوم مثلا المهرجان الأخير ده الناس جاتوا بأعداد ضخمة، أكثر ضخمة لما أقول يعني مقارنة مع 30. لكن لولا نضال هذه التنظيمات السياسية ولولا صبرها ولولا دفعها لا يمكن أن يكون هذا الحشد تم. مع أنه حتى هذا الشيء هي قاعد على رأسه تكون المنظمات السياسية موجودة، قربت أو بعدت أو أخذت أي جانب آخر يعني. شكرا. أنا لو سمحت لي ممكن أضيف حتة فيما يتعلق بالمشاركة في سوري أستاذ محمد نور، يعني فيما يتعلق بموضوع المشاركة وقلت أنت ظهرت مجموعات اللي كانت مشاركة وعندها كان دور ومظاهرات أمام الاجتماع الأخير لمنظمة حقوق الإنسان. حقيقة دي منظمات يعني يفترض فيها أن تكون منظمات يعني البعد بتاعها هو حقوقي، مجموعات كلها مجموعات اللي هي منظمات حقوقية. إذن هذا من صميم عملها، يعني حتى التنظيمات السياسية أعتقد يعني ممكن دورها يكون مساعد، ولكن ما كان حيسمح لها أن تشارك ذاتها كتنظيمات سياسية في مهرجان أو في مؤتمر أو في جمعية زي دي، لأنها متخصصة. هي جمعية أنا كمثال أيوة، ولكن ده اللي حبيت أزيده في الحتة دي. أستاذ عندك حاجة؟ ما عندي إضافة كثيرة، لكن عايز أقول إنه الإشكالية بتاعت منظمة المجتمع المدني في الأساس أعتقد أنه خلقناها نحن كتنظيمات سياسية وضعفنا كما ذكرت يعني. لكن نحن نرى أنه المشكلة الإريترية في الأساس هي مشكلة سياسية، فبالتالي لازم يكون حل سياسي. فدور منظمة المجتمع المدني هنا بيكون دور مكمل زي ما ذكر الأخ إدريس، دور مكمل لفتح النظام في مجال حقوق الإنسان يعني. وفي كل تجمعاتنا اللي اتعملت قبل كده من تحالف لغيره ما عرفنا نحن في كل تجمعاتنا ما هي آليات أو ما عرفنا تعريف دقيق منظمة المجتمع المدني وكيفية إشراكهم في العمل المعارض. فبالتالي كنا نرى كثير من الإشكاليات مثلا حصلت في مؤتمر أواسا الأخير كثير، يعني حتى التنظيمات السياسية كانت بتستفيد من الحتة دي كثير. خلقت حتى منظمات مجتمع مدني جديد للمشاركة في أواسا وغيره. فبالتالي الإشكالية الأساسية نحن خلقناها كتنظيمات. لكن أعتقد أنا أو أتمنى في التجمعات القادمة أو المظلة القادمة إذا ربنا سهل وتعملت، ولازم نتعلم من أخطائنا زي ما قلت قبل، لأنه دي من ضمن أخطائنا نحن كمعارضة إريتريا، نعرف تعريف دقيق للمجتمع المدني وكيفية إشراكهم عشان مثلا ما يحصل نفس الإشكاليات اللي حصلت في 20 سنة اللي فاتت. لكن أعتقد العيب الأول فينا نحن كتنظيمات سياسية.
أستاذ كراني. طيب الله يخليك. أنا حقيقة أول أريد أثبت أشياء مبدئية فيما يتعلق بأي تحرك إريتريا، لأنه أولا نحن الآن ننادي عن الديمقراطية، ونحن الآن لازلنا نتعلم أبجديات هذه الديمقراطية يعني. فما في أحد الآن عنده حق أن يقول هذا صح وهذا خطأ وأنت ما تعمل كذا، لكن كلنا في إطار ما يفيد الوطن في هذه المرحلة اللي موجودين يعني. عشان الآن بعض الأخوة في منظمات المجتمع المدني أصبح يتحسسوا إن التنظيمات أصبح عندها حق الفيتو، بحيث إن هي تعطي هذه صلاحية وهذا عدم صلاحية. نحن الآن ما عندنا آليات اللي ممكن أي إريتري في أي مكان يريد أن يقوم بأي تجمع من حقه أن يقيم معنا، لكن أنا أيضا من حقي كسياسي أو كمنظمة أن أعبر عن رأيي حول هذا أو قناعاتي حول هذه المسألة يعني. فهذه نقطة مبدئية يعني. لكن الآن هو ما هي المعايير ذكروها الأخوة الآن اللي تعتبر فيها منظمات. أنا أعتقد السلبية اللي موجودة قاعد أرى أن بعض منظمات المجتمع المدني أصبحت هروب من تحمل أعباء المسؤولية والدخول في العمل الأساسي اللي ذكره أخونا، مسألة أن القضية التي قضية أساسية في الأساس قضية سياسية يعني. وبالتالي بعض النخب الإريترية تريد أن لا تحمل نفسها أعباء تنظيمية والدخول في التنظيمات والمعترك السياسي، وبالتالي تبرر أن هي أريح لها تكون 10-15 شخص ناس في نفس النسق في نفس التفكير ويمكن يكونوا زملاء دراسة، وبالتالي يكونوا لهم هذه الجمعية. وأصبحت الآن عندنا عدد كبير من الجمعيات من المنظمات المجتمع المدني، بالمقابل عدد كبير من التنظيمات وهم دائما يعيبوا الشباب والمنظمات المجتمع. لماذا هذه عدد كبير من التنظيمات في المقابل عندنا عدد كبير من الشباب؟ لأنه ما حلينا المشكلة يعني، في نفس الإشكالية موجودة. لكن خلينا نقول نحن أي إريتري الآن عنده حق، لكن هذا الحق ما يتعدى الحق العام، بحيث نحن لابد مجهودنا يكون يبذل في حل إشكالة إريتريا. أنا لو أريد أجيب مثل عملي الآن لواقع منظمات المجتمع المدني يعني، رأينا في تونس التنظيمات السياسية عاشت إشكالية في المرحلة الانتقالية هذه. من الذي جمعه وكان وسيط؟ منظمة الشغل التونسية كمنظمة مجتمع مدني لا ترشح نفسها وليس عندها رغبة، لكن يهمها أن هذا الوطن يستقر، وبالتالي هذه المنظمة جمعت كل الأطياف اللون السياسي وأدخلته في حوار، ومن خلال الحوار أيضا نتج حلت كثير من الإشكالات. أنا أعتقد مطلوب من منظمات المجتمع المدني الإريترية أن تلعب هذا الدور وأن تكون على هذا المستوى في هذه المرحلة، مع احترامنا لحقوقها ومع احترامنا لمجاهداتها. يعني احنا الآن لو أخذنا الحزب الإسلامي الآن عنده اتحاد الشباب، الاتحاد الإسلامي للطلاب والشباب الإريتري فيه بالمئات يعني، أكثر من الجمعيات اللي موجودة يعني. عندنا اتحاد المرأة عدد من كبير من الجمعيات النسوية اللي كنا الآن نراها يعني. فبالتالي حتى التنظيمات عندها هذه المؤسسات المدنية، فمن حق الآخرين أن يعملوا، لكن نحن بحاجة الآن التعاون لابد أن يكون أن نحل المشكلة السياسي ونقنن في إريتريا من خلال البرلمان منتخب ونعرف، وهذا التعريف يكون قانوني يلزم الأحزاب السياسية ويلزم منظمات المجتمع المدني، وتدعم من الحكومة بأن تقوم بدورها وبنشاطاتها، لكن ضمن إطار محدد ومعرف. لكن هذه المرحلة نحترم فيها الجميع ونتحمل فيها الجميع، نتعامل نحن التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقب نتعلم الديمقراطية حتى ندخل إريتريا إن شاء الله ونعمل إريتريا الديمقراطية لتسع الجميع. ممتاز جدا. في ختام هذا اللقاء السريع أود أن من كل واحد منكم أن يتوجه بكلمة للشعب الإريتري في الداخل والخارج وبالذات الداخل. شكرا الأخ بوليسي. حقيقة دي إذا كان في كلمة أنا أوجهها لشعبنا في الداخل، نحن نحس بمعاناتكم ونحن جزء من هذه المعاناة ونحن نتألم لهذه المعاناة، ولكن نحن وأنتم مكملين لبعض، ولا يتكامل هذا العمل إلا بتكاملنا مع بعضنا البعض. وعليه أنا أقول لشعبنا كفى ظلما واضطهادا، علينا أن نثور وعلينا أن نقوم بدورنا، كل في موقعه وكل بما يستطيع. نعرف أن هنالك مشاق كبيرة وهنالك في كبت، ولكن إذا كان ما ضحينا وما قدمنا تضحيات برضو ما حنصل إلى الشيء اللي نحن عايزينه. ونحن معاكم وقلبا وقالبا ونتكاتف جميعا. أستاذ منصور. في الختام هذا الحديث الطيب أود أن أتوجه برسالة إلى الشعب الإريتري في الداخل. أولا إيماننا القاطع بحزب الشعب الإريتري إنه التغيير لابد أن يأتي من الداخل، وهذا التغيير أنتم نواتوا ونحن بس مكملين لهذه العملية. فنحن واقفين وقفة رجل واحد في المعارضة الإريترية وعايزين المساعدة منكم. أستاذ إدريساي. بالنسبة لشعبنا في الداخل أنا أقدر أقول إنه نعم المعاناة كبيرة، ولكن الفجر آتي،
من خلال نضالاتكم في الداخل ومن خلال الإحساس الكبير بمعاناتكم من إحنا الناس الموجودين في الخارج. بالنسبة لشعبنا في المهجر، أنا أقول شعبنا في المهجر الجلوس والبكاء في البيوت والمقاهي والمآتم وبيوت الأعراس لا يفيد شيئا. حتى ننقذ شعبنا لابد أن نساهم، كل واحد يساهم بشكل مادي، يساهم بعمله بقرشه بمعرفته في سبيل أنه ننقذ هذا الوطن اللي كلنا في الخارج نعيش الآن على حسابه، ووصلنا بلاد المهجر بنضالاته. ويعني يجب أن نحس بهذه المعاناة، ويجب زي ما أقول دائما إنه إحنا بالذات اللي درسنا واللي تعلمنا، الناس اللي نحن درسنا واللي تعلمنا باسم هذا الشعب علينا دين لا بد أن ندفع هذا الدين من خلال تواجدنا اليومي والعمل ماديا ومعنويا، وهذا ما أوجهه لشعبنا. شكرا جزيلا. نعم، أنا حقيقة الرسالة الأخيرة اللي أريد أن أوجهها، يعني رسالتي أوجهها للقوات المسلحة الإريترية، لأنه في مرحلة الكفاح المسلح الشعار اللي كان مرفوع لا يعلو صوت فوق صوت البندقية، وهذه البندقية دعمت من الفلاح البسيط اللي كان عنده جمل كان يحمل السلاح، واللي كان عنده قنمة كان يعطي قنمة، وبالتالي هذه الثورة حميت من هذا الشعب الضعيف. نتمنى هذه البندقية أن لا تكون الآن أصبحت حوالي 300,000 أو أكثر مسلح عندنا في إريتريا، الشباب كله مسلح، حتى الكبار السن مسلحين، وبالتالي إريتريا أصبحت هي ورشة عمل للسلاح. ولهذا لا نريد هذه البندقية أن توجه في صدر إنسان إريتري، لا نريد أن البندقية هذه أن توجه في خراب هذا الوطن، ولا نريد أن هذه البندقية أن تكون في يد الظالم والدكتاتور السياسي يوجهها لدرب خصومه ودرب المواطنين الإريتريين، حتى من أنصار الجبهة الشعبية اللي كانوا قيادات الآن موجودين في السجون. يعني إذن قوى المعارضة الإريترية عليها أن تفكر 1000 مرة كيف تحمي هذه البندقية وتقننها بحيث تكون بندقية وطنية تحمي الوطن ومكتسباته وتحمي الشعب، وأن لا نكرر أخطاء الربيع العربي سواء كان في سوريا أو في ليبيا أو غيرها، لأنه هذا شيء مخيف. إن عندك عدد كبير من الشباب، عندك 10,000 في السجون، هذا عندما يتفجر ويترك السياسة مكانه حنعيش في كثير من الإشكالات. إذن هذا الجيش هو اللي يكون حامي ودامن لأي تغيير قادم، إذا كان لعب دورا إيجابيا زي الجيش التونسي أو سوار الذهب وغيره، وبالتالي يستطيع أن يؤمن البلد، ونحن بحاجة إلى تأمين البلد لأننا مشروع إنقاذ. يعني الشعب الإريتري أيضا لابد أن يعيش في أمل سواء كان في الخارج وفي الداخل، ولابد لو ثرنا مرة واحدة في قلب رجل واحد، أنا أعتقد هذا الرجل لا يمكن أن يبقى في أي يوم في داخل إريتريا، والتغيير قادم، ونتمنى التغيير هذا أن يكون آمن وأن يحقق طموح كل الشعب الإريتري، ونحقق بأحلام ثورتنا ومجهودات ندالاتنا وشهدائنا أيضا. وشكرا لك على هذه الاستضافة. شكرا لكم، شكرا أستاذ محمد نور كراني، شكرا أستاذ إدريس همد، شكرا أستاذ محمد عثمان إدريساي، شكرا أستاذ منصور عبدو عمر. شكرا جزيلا لك. شكرا. أنا سمي ودمي فينا عسكري
صوت المنتدى. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة المنتدى. حتى يتجدد لقاؤنا مرة أخرى بمشيئة الله، كونوا بخير.